أهلا. رسالة اليوم وكل يوم تقول: لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فقط احمل هما واحدا: كيف ترضي الله؟ لأنك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. حبايب قلبي بيرو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا يا اخواتي من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى فيديو جديد وروتين جديد، وان شاء الله كده تتشجعي كده وتتحفزي ويديكي طاقة كده وباور وتخلصي كل اللي وراكي يا قمر. وعايزة اقولك بقى، لو انتي اول مرة بتشوفيني فانا اختك عبير، يسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناة، وان شاء الله تعجبك، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا. بصوا بقى، النهارده بقى بدأت ان انا اخلص الشباك، يعني عشان خاطر عندي شوية غسيل كده، فقلت ان انا لازم اخلصهم. طبعا انا عندي الشباك كبير جدا، فانا بنفضه على مرحلتين. اول مرحلة بتبقى اللي هو اللي جوه، واللي بره دوت يا بنات بيبقى بصوا، بيبقى مليان اتربة كتيرة. فانتي اول حاجة لازم تبدأي بيها الشبابيك، عشان خاطر ان انتي تسهلي على نفسك. او لو هتنشري طبعا لازم تنفضي الشبابيك كويس جدا، وبعد كده تلمعيها. طبعا انا ما بغسلهاش خالص، عشان لو غسلت الشبابيك دي يا بنات الخشب ده بيبوظ. طبعا لو انتي عروسه بقى وان شاء الله بتجهزي، الشباك ده حلو جدا وسهل قوي في التنظيف. الشباك ده اسمه شباك اسكندراني، فحلو جدا. بس خلصت الحمد لله بقى الشباك. بجد بيبقى مرحله يعني بجد صعبه، بس بحاول ان انا اخلصها عشان خاطر يبقى نضيف كده معايا. واخش بقى على ايه؟ على التنشير بقى. طبعا عايزه اشكر اخواتي واصحابي وحبايبي اللي معايا على طول دايما بالكومنتات واللايكات، تسلم ايديكم يا بنات. واخواتي واصحابي الجداد، يعني اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوا القناه وزدتوها كده اهو، نور على نور. بس بقى يعني بصوا، بعمل حاجاتي بالترتيب عشان خاطر ان انا اسهل على نفسي. طبعا بقى لو انتي ساكنه فوقيكي ناس فلازم انتي تعملي ستاره، عشان خاطر بقى بيبقى ايه، الجيران بقى بينزلوا بقى حاجات وحاجات فظيعه بقى وحرق دم وكده. يعني بلاش ان انتي تنشري وتسيبي الغسيل كده. كان في بدايه جوازي بدات ان انا انشر واسيب الغسيل من غير اي ستاره ولا حاجه، كنت لسه مركبتهاش. فلقيت بجد الغسيل بيتطرب وبهدله بقى، واللي بينزل حاجات على الغسيل. وطبعا بقى مش هينفع ان احنا نطلع ونتخانق مع الناس دي كلها، فما ينفعش. فانا قلت بقى اريح نفسي وما اعصبش نفسي واحرق دمي، لا هحط ستاره. وان شاء الله عايزه اجيب ستاره برضو بديله ليها، واحده كده للصيف ودي للشتاء، عشان خاطر الواحد يبدل فيهم كده. انتوا عارفين يا بنات لما يكون عندكم تبديل في الحاجه، يعني ايا كان، في الانتريه، في في الستائر بتاعه البلكونه، بتبقى حلوه جدا. بتكون انت مثلا واحده تشيليها تغسليها، والتانية تكون ان انت ايه، تحطيها. فالتبديل حلو جدا، وبجد كمان بيغير الطاقه من طاقه سلبيه. مثلا انت بتبقي زهقانه بقى وقاعده في مكانك وخلاص، شفتي بقى مثلا الفرش دوت فانت عايزه تغيري. فبجد يعني التغيير دوت للعين يعني وللطاقه الايجابيه. وغير كده كمان بيبقى كأنك عملتي حاجه جديده. هتشوفوا معايا دلوقتي انا هحط مفرش حلو قوي على الترابيزه. يعني عندي من زمان بس بدأت ان انا ايه، يعني احطه في حتة تانية. فبجد الواحد يعني بيحب يغير بقلل اسعار كده وقلل تكاليف. يعني هتشوفوا معايا المفرش ده، انتوا على طول بتشوفوه في حتة تانية، هتشوفوه معايا ان انا حاطاه دلوقتي هيدي منظر حلو. طبعا انتوا عارفين الفرش بقى الابيض دوت بيدي كده نور كده للفرش. بس كده بدأت ان انا بقى بصوا
بشيل كل الاتربه بقى اللي بتبقى في الانتريه والحاجات الكابوتونيه دوت بيبقى فيه اتربه كده، فلازم تشيليه بقى باي حاجه، لا بقماشه نفضي لا بفرشه كده، بس اهم حاجه تبقى ناعمه عشان خاطر برضو نحافظ على ايه القماش بتاع الانتريه. طبعا انا هغسل معاكم بقى ايه الحافظه ديت. انا عندي اوضه الاطفال مش فرشاها عشان خاطر يعني الجو حر جدا، فانا بس بديها كده هوت تلميعه. هتشوفوا معايا برضو ان انا يعني مش فرشه فيها حاجه عشان خاطر الجو حر. بصوا دي غسلتها اهوت، حطيت عليها اوكسي الوان، بس بجد يعني بينضفها وبيديها ريحه حلوه. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد، ولو انت لسه جديده خشي بقى واشتركي كده وبصي على الفيديوهات بقى القديمه كده هتعجبك ان شاء الله. ايه رايكم بقى في المفرش الحلو ده؟ بصوا يعني غير خالص المنظر، انا اللي عاملاه يا بنات. انا بحب حاجات الكروشيه جدا يعني، وبجد غير منظر الترابيزه. اي حد هيجي عندك متعود يجي عندك، بس اللي هيجي عندك كده هيشوف بقى ان انتي المفرش اتغير من هنا لهنا، هيقولك انت جايبه مفرش جديد اصلا، مش هياخد باله، بحيث ان انتي بتغيري في الاماكن المفارش وبتجددي كده لنفسك، بدل ما بتجيبي حاجه جديده لا بتجددي ليكي انتي لعينك، وكمان بتخلي عندك طاقه ايجابيه. طبعا لما بتلقيني الحاجه من هنا لهنا بجد بتفرق جدا، مش هتقولي بقى لا انا مش جايباها قديمه، لا انتي بتغيريها من المكان ده للمكان ده. بس يا بنات بصوا بقى، طبعا الفازه دي اتكسرت معايا في يوم فزعلت جدا، فحاولت ان انا الزق كده الحرف بتاعها عشان ما تعورش تاني منها. بس وشلت بقى المفرش اللي هو الفرو دوت وبغسله بكوروكس، لا كوروكس مقاطعه بغسله باوكسي. هتشوفوا برضو معايا اوكسي الوان. الفرو ده يا بنات ما ينفعش باريال او باوكسي باودر، يعني عامه ما ينفعش بحاجه باودر، فانت بتعمليه بحاجه اللي هو زي الجل كده. انا دلوقتي هغسله دلوقتي باوكسي جل. بس انا كده الحمد لله خلصت، ابدا بقى ان انا كده خلاص بقفل بقى الدنيا. اخر حاجه عندي اللي انا بطوق الدنيا كده اهوت، لو انا بقى ما فيش بقى روتين ايه عميق، ده روتين يومي، بلمع الدنيا، بلمع كده الارضيات. عايزه بقى تحطي معطر تدي للريسبشن كده ريحه حلوه، عايزه مثلا تحطي دوني يديلك يعني الارض لمعه كده حلوه. انا بصراحه المره دي حطيت اوكسي جل، حطيت حته كده في الميه عشان خاطر ايه ما كانش عندي دوني. ما شاء الله لمع الارض كده وخلاها حلوه. بس انا شايفه ان الارض نضيفه خلاص، بحاول ان انا بس اديها كده تلميعه. وقلت كمان اخد معايا اوضه الاطفال كده المعها كده تلميعه كده حلوه. بس انا اليوم ده كده هو لما بدأت طبعا قلت بسم الله توكلت على الله وقفلت التليفون خالص عشان خاطر ان انا ما يجيليش اي رسائل بقى على الواتس ويتعطلني، عشان اخلص على طول، اخلص الريسبشن والاوضه الاطفال. طبعا عندي بقى ايه حاجات تانية بقى، تقفيلات، لازم التقفيلات دي يا بنات ان انا لو شلت مفارش ولا حاجه اقوم غسلاها. لو حاجه عايزه تتنقع بنقعها، مثلا زي الحافظه ديت نقعتها دوت برضو نقعته شويه وبعد كده رجعت له تاني اللي هو الفرو وبعد كده غسلته. بس كده. فانت لازم ان انت تقفلي التليفون بتاعك عشان خاطر بقى بتلاقي النت بيشدك. طبعا المكالمات بقى بتاعت القرايب بقى واخواتنا ربنا يخليهم لنا، بس في وقت الشغل هنظبط الشغل، يعني بمعنى الكلمة اهم من الشغل ظبط الشغل، ان انت بتقفلي كل حاجة.
بتقفلي مثلا، يعني انت روقتي الريسبشن، روقتي اوضه الاطفال، بيبقى فيه برضو يعني مثلا الباسكت بتاع الترتيب اللي هو المنظمات، ال- الباسكت بتاع الفوط والحاجه، السجاد مثلا اللي شلتيه من هنا هتنفضيه وتحطيه هنا. فانت لازم تقفلي. حتى برضو الحمام دوت بيبقى في الاخر بيبقى متبهدل والارض متبهدله، فانت لازم تديله كده عمره كده اهوت وتنضفيه عشان خاطر ان انت تقفلي شغلك. لو انت ما قفلتيش شغلك اكنك ما عملتيش حاجه. يعني لازم تقفلي الشغل بتاعك. يعني انا دلوقتي الحوض كان عندي متبهدل، فبدات ان انا اصبنه واظبطه عشان خاطر ايه اقفل كده ايه التنظيف بتاعي. كنت نقعت معاكم المفارش الفرو. بعد ما خلصت خالص بقى الحمد لله، ودي اللحظة والمرحلة اللي بحبها ان انا احضر بقى عباية حلوة كده هو تلبسها او ترنك. وجبت بقى المزيل العرق بتاع الشعر، كريم بديل الزيت، طبعا ايه برفان بحبه، واخد شاور حلو كده هوت. وبعد كده اشغل فحمة وابخر بقى الدنيا، المرحلة اللي بحبها جدا وبعشقها بجد، بتخلي البيت ريحته حلوة كده، وتخش كده تحسي بطاقة ايجابية كده وبحب كده، عشان خلاص بقى انت خلصت بقى وقاعدة كده في روقان ما شاء الله والدنيا متظبطة. طبعا هتوحشوني يا اخواتي واصحابي لحد الفيديو اللي جاي ان شاء الله. يا رب ما نحرم منكم ابدا، تفضلوا في حياتي كده دايما، اللهم امين. هتوحشوني جدا يا احلى اخوات في الدنيا، واسيبكم على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد باذن الله، واسيبكم في رعاية الله. بصوا كمان هبخر الاوضه كمان اللي مسحتها وظبط. اسيبكم بقى مع اللحظه الحلوه ديت، واسيبكم في رعايه الله. مع السلامه، باي.